وختاما نقول أننا لن نبيع دماء أبنائنا وشهدائنا بحفنة من المال أو حفنة من الظلامات، فنحن مصرون على أن تستمر المحاكمات القانونية العادلة لرموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك والضابط الخاتم الحكيم العادلي. وختاما نقول أننا لن نقبل أي إمكان لنتائج الاستفتاء وأي تأكيد عملية الانتخابات وأي تعديل في الخطة الزمنية التي وافقت عليها جماهير هذا الشعب الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مشير 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 يا مشير، عاوزين سرعة في التغيير، عايزين سرعة في التغيير، عاوزين سرعة في التغيير، عايزين سرعة في التغيير. يا مشير يا مشير يا مشير يا مشير، عاوزين سرعة في التغيير، عايزين سرعة في التغيير. جيش وشعب ايد واحدة، جيش وشعب ايد واحدة، الجيش وشعب ايد واحدة، الجيش وشعب ايد واحدة، الجيش وشعب ايد واحدة. نعم، هي مطالب كل المصريين. إعلام حر، إعلام حر، هكذا يقولون. ونقول إن الحرية لابد أن يقيدها الواقع وتحكمها الحقيقة ويصونها الحياد، فلا هي تنحاز إلى طرف أمام طرف آخر، ولا تنساق وراء مؤسسة المال فيصبح الأكثر مالا هو الأكثر تأثيرا. إن إعلامنا الكبير إن لم يكن منحازا إلى الحق فلا بد أن يكشف الباطل. إن إعلامنا الكبير إن لم يكن هو الضمير فلا بد أن يحيي ضمائر الناس. إن إعلامنا الكبير إن لم يكن هو صوت الحقيقة فلا بد أن يكون انعكاسا لصوت الحقيقة. من هنا ومن بين هذه الجموع نرسل رسالة للإعلام بكل مؤسساته الرسمية والخاصة: كونوا يدا للحق فوق الباطل، كونوا كلمة يعلو بها شأن الوطن، كونوا صادقين فيما تقولون أو توقنون. مع سائر الكلمات والمهندس عبد القاهر قتادة فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أنبيائه جميعا وسلم تسليما. أيها الأحباب، تحية لكم جميعا، تحية لكم يا من صنعتم هذه الثورة المباركة، تحية للشعب المصري العظيم الذي صنع ثورة لابد أن تجد مثيلا لها في التاريخ. تحية للشعب المصري الذي خرج بوعي كامل وبإدراك وبمسؤولية كاملة، خرج بالملايين في شوارع وميادين مصر من أجل حريته ومن أجل كرامته، ودفع الثمن على وعي وعلى بصيرة من دماء شهداء أكثر من 600 شهيد وأكثر من 8,000 مصاب وجريح. دفع الشعب عن وعي وإدراك ثمن حريته وكرامته. فتحية لدماء شهداء تحية لدماء شهداء الأبرار، وتحية لشعب مصر العظيم، تحية لهذا الشعب العظيم الذي بالرغم من الكتابات والمقرعات، بالرغم من حق الحمير والبغال، لم يتخلى عن سلمية ثورته ولم يستدرج إلى العنف بوعي وبإدراك وبفهم وبمسؤولية
تحية لهذا الشعب المصري العظيم الذي تحطمت على اعتاب وعيه وادراكه وفهمه ومسؤوليته كل محاولات الثورة المتوسطة، وها هو الشعب المصري في كل مكان مستمر في ثورته. نحن مستمرون في ثورتنا حتى تتحقق كل أهداف هذه الثورة المباركة. مستمرون